عارفين انا بقابل مهندسين معماريين كتير جدا وكلامنا دايما بيدور في حتة واحدة: البرامج. هل انا لازم اتعلم ريفت؟ انا لسه مش متمكن في الماكس. الكورونا ريندر محتاج شغل. كلام كله عن الادوات، عن التكنيكاليتيز، عن الزرار ده بيعمل ايه والكوماند ده بيعمل ايه. وبصراحة ده مش غلط، البرامج مهمة جدا، ده سلاحك الرئيسي في الشغل، ده اللي هيخليك تنفذ افكارك وتطلع شغل نظيف احترافي. بس هل عمرك سألت نفسك بجد هل هو ده كل السر؟ هل عمرك فكرت ان الفرق بين المهندس المعماري اللي بيكسر الدنيا اللي تصاميمه بتاخد جوائز واسمه بيلمع، وبين المهندس اللي ممكن يكون شاطر برضه في البرامج بس لسه بيدور على فرصة كويسة او شغلانة مستقرة؟ انا هقول لك السر. السر مش في البرامج بس، السر في مهارات تانية خالص، مهارات خفية مش بتدرس في الكليات، مش بيتقالك عليها في الكورسات التقليدية، بس هي دي اللي بتفرق بجد بين المهندس العادي والمهندس العبقري. النهاردة أنا جاي أكلمك عن المهارات دي، هنتكلم بصراحة من قلب المجال عشان نفهم بجد إيه اللي أنت محتاجه عشان تكون المهندس المعماري اللي بتحلم بيه. أول مهارة خفية ودي أهم واحدة فيهم تقريبا هي حل المشكلات الإبداعي. يا هندسة، العمارة مش مجرد رسم بلانات وواجهات، العمارة في الأساس هي حل مشكلة. العميل بيجيلك بمشكلة، عايز بيت جديد، عايز مبنى إداري، عايز مساحة تجارية، وأنت دورك كمهندس معماري إنك تحول المشكلة دي لحل إبداعي وعملي وجمالي. ركز معايا في كلمة إبداعي دي، مش أي حل ينفع، مش مجرد إنك تطلع تصميم وظيفي وخلاص. العميل بيدفع لك عشان عايز حل مختلف، حل مبتكر، حل يخليه مميز. المهندس المعماري الشاطر مش بيشتغل بالورقة والقلم بس، بيشتغل بعقله وخياله، بيفكر بره الصندوق، بيشوف المشكلة من زوايا مختلفة، بيدور على حلول غير تقليدية. مثال بسيط: عميل عنده قطعة أرض صغيرة في مكان زحمة وعاوز يبني عليها بيت كبير وفخم وفيه جنينة كمان. دي مشكلة صعبة، صح؟ المهندس العادي ممكن يقول له معلش يا فندم الارض صغيره مش هينفع، لكن المهندس العبقري هيبدا يفكر بشكل ابداعي. ممكن يفكر في تصميم راسي عشان يستغل المساحه لاقصى درجه، ممكن يعمل جنينه على السطح عشان يعوض الجنينه الارضيه، ممكن يستخدم اضاءه طبيعيه وتهويه ذكيه عشان يخلي البيت يبدو انه اوسع وارحب. حل المشكلات الابداعي مش مجرد موهبه، دي مهاره بتتطور بالتدريب والممارسه، وكل ما تحاول تحل مشاكل تصميميه اصعب كل ما عقلك بيتمرن اكتر على التفكير الابداعي، وكل ما هتبقى احسن في ايجاد حلول مختلفة ومبتكرة. تاني مهارة خفية ودي مهمة جدا في التعامل مع العملاء هي التواصل الفعال وبناء العلاقات. المهندس المعماري مش بيشتغل لوحده في برج عاجي، المهندس المعماري بيشتغل مع ناس، عملاء ومقاولين وصنايعية ومهندسين تانيين وجهات حكومية. عشان مشروعك ينجح لازم تعرف تتواصل مع كل الناس دي بفاعلية. التواصل الفعال يعني تعرف تسمع كويس للعميل عشان تفهم احتياجاته بجد، يعني تعرف تشرح أفكارك وتصميماتك ببساطة ووضوح عشان العميل يفهمك ويقتنع بيك، يعني تعرف تتفاوض وتحل الخلافات بطريقة ودية واحترافية. بناء العلاقات يعني مش مجرد انك تخلص المشروع وتاخد فلوسك وتمشي، العميل الراضي هو أحسن دعاية ليه. ولو بنيت علاقة ثقة واحترام مع العميل مش بس هيرجع لك في مشاريع تانية، ده كمان هيرشحك لغيره، ودي احسن طريقة عشان تكبر شغلك واسمك في السوق. المهندس المعماري الناجح مش بس مصمم شاطر، ده كمان شخصية جذابة واجتماعية، بيعرف يتعامل مع الناس بلطف وذكاء، بيكسب ثقتهم واحترامهم وبيخليهم يحسوا انهم في ايد امينة. ثالث مهارة ودي بقى اللي بتفرق المهندس اللي بيفهم بجد عن اللي بيرسم وخلاص، وهي التصور الفراغي والتفكير ثلاثي الابعاد. العمارة في الاساس فراغ، المهندس المعماري مش بيرسم خطوط على ورق، المهندس المعماري بيخلق فراغات للناس تعيش فيها وتشتغل فيها وتستمتع بيها. التصور الفراغي يعني القدرة على انك تتخيل الفراغ بأبعاده الثلاثة قبل ما يتنفذ على أرض الواقع، يعني تعرف تتوقع إحساس الفراغ هيبقى عامل ازاي، الإضاءة هتبقى ماشية ازاي، الحركة هتبقى سهلة وسلسة ولا لا. التفكير ثلاثي الأبعاد يعني مش بس تشوف البلان والواجهة، ده كمان تشوف المجسم كله، تشوف العلاقات ما بين الفراغات، تشوف التفاصيل من كل الزوايا. المهندس المعماري الحقيقي هو اللي عنده تصور فراغي قوي، هو اللي بيقدر يصمم فراغات مريحة ووظيفية وجميلة، هو اللي بيعرف يلعب بالإضاءة والظل، بيعرف يخلق عمق وديناميكية في الفراغ، هو اللي بيخلي الفراغ يحسسك بإحساس معين مش مجرد مكان وخلاص. تصور الفراغي مش مجرد هبة من ربنا، دي مهارة بتنمى بالقراءة والمشاهدة والتدريب، وكل ما تتفرج على تصاميم معمارية أكتر كل ما تحاول تتخيل الفراغات دي من جوه كل ما هتبقى أحسن في التفكير ثلاثي الأبعاد. والسكتشات اليدوية والنماذج المعمارية الصغيرة بتساعد جدا في تنمية المهارة دي. رابع مهارة ودي اللي بتخلي المهندس
قائد مش مجرد منفذ، هي إدارة المشاريع والأعمال. المهندس المعماري مش مجرد فنان بيرسم لوحات، المهندس المعماري كمان مدير مشروع وصاحب عمل. المشاريع المعمارية مش بسيطة، دي تعتبر مشاريع معقدة ومكلفة وبتاخد وقت طويل. إدارة المشاريع يعني إنك تعرف تخطط للمشروع من البداية للنهاية، تعرف تحدد الميزانية والجدول الزمني، تعرف توزع المهام على فريق العمل، وتعرف كمان تتابع التنفيذ وتتأكد إن كل حاجة ماشية تمام. وإدارة الأعمال يعني تعرف تسوق لنفسك ولمكتبك، تعرف تجذب العملاء، وتعرف تدير مكتبك وتزود أرباحك. لو عاوز تكون مهندس معماري ناجح بجد، مش كفاية إنك تكون شاطر في التصميم، لازم كمان تكون شاطر في البيزنس. لأن المهندس المعماري الناجح مش بس فنان ومصمم، ده كمان مدير ورائد أعمال، يعرف يدير وقته وفلوسه وفريقه، ويعرف ياخد قرارات صحيحة. خامس مهارة، ودي اللي بتخلي المهندس متجدد ومواكب للعصر، هي التعلم المستمر والتكيف. مجال العمارة والتصميم مش مجال ثابت، ده مجال بيتغير كل يوم، تكنولوجيا جديدة بتظهر، أنماط التصميم بتتغير، احتياجات العملاء بتتطور. المهندس اللي مش بيتطور مع المجال هيتخلف وهيقف مكانه. التعلم المستمر يعني ما توقفش تعليم ابدا حتى بعد الكليه، دايما تدور على معلومات جديده، مهارات جديده، افكار جديده، تقرا كتب ومجلات وتحضر مؤتمرات ودروس وورش عمل، تابع المواقع والمدونات المتخصصه، اتعلم برامج جديده وتقنيات حديثه. تكيف يعني انك تكون مرن ومستعد للتغيير. المشاريع مش دايما بتمشي زي ما خططت لها، والعملاء مش دايما عارفين هم عايزين ايه، السوق بيتغير بسرعه، فلازم تكون قادر على التكيف مع الظروف الجديده اللي بتظهر قدامك. لازم تقدر انك تغير خططك لو احتاج الامر، تتعلم من اخطائك وتستمر في التقدم دايما لقدام. لان المهندس المعماري الناجح مش بس شاطر في اللي بيتعلمه دلوقتي، ده كمان مستعد للمستقبل، ولازم يعرف ان التعلم رحلة مستمرة، وان التغيير هو الثابت الوحيد، وبيستعد لده بكل الطرق الممكنة. طيب يا هندسة، دلوقتي يمكن بتسأل نفسك الكلام ده كله جميل، بس انا اعمل ايه عشان اطور المهارات دي؟ اروح فين عشان اتعلم الكلام ده؟ وهنا بيجي دور برنامج تأسيس المعماريين. البرنامج ده مش مجرد كورس برامج، ده نظام متكامل مصمم عشان يأسسك صح في مجال العمارة والتصميم الداخلي، مش بس في الادوات والبرامج، ولكن كمان في المهارات اللي اتكلمنا عنها النهارده. برنامج تأسيس المعماريين مش بس هتاخد كورسات في الاوتوكاد والريفت والماكس والفوتوشوب واللوميون وكل البرامج اللي انت محتاجها، ده كمان هتاخد ورش عمل وتمارين تطبيقيه هتخليك تفكر بشكل ابداعي وتحل مشاكل تصميميه حقيقيه، وهتتعلم ازاي تتواصل مع العملاء وتبني علاقات معاهم، وازاي تشرح تصميماتك وتقنع بيها، وازاي تتفاوض وتحل المشكلات بطريقه احترافيه، وهتنمي تصورك الفراغي وتفكيرك ثلاثي الابعاد من خلال تمارين السكتشات والنماذج المعماريه وتحليل التصميمات الناجحه. وهنتعلم كمان اساسيات اداره المشاريع واداره الاعمال عشان تكون مهندس معماري قائد، مش مجرد منفذ وخلاص. هنزرع جواك روح التعلم المستمر والتكيف مع التغيير، وهنخليك عاشق للمعرفة بإذن الله. أنا مش بقولك الكلام ده عشان أبيع لك البرنامج وخلاص، أنا بقولك الكلام ده عشان مصلحتك، عشان عايزك تكون المهندس المعماري الناجح والمتميز اللي تستحقه. البرامج مهمة أكيد، بس البرامج وحدها مش كفاية. عشان توصل للقمة لازم تطور كل مهاراتك، مش بس المهارات التقنية. المهارات التانية دي هي اللي بتفرق بجد المهندس العبقري عن المهندس العادي. فكر في الكلام ده كويس، فكر في مستقبلك المهني، ولو شايف ان الكلام ده منطقي وعاوز تتعرف اكتر على برنامج تأسيس المعماريين وازاي هيساعدك تطور كل المهارات دي، تلاقي لينك تحت الفيديو ده فيه كل التفاصيل. ويا رب يكون الفيديو ده فتح عينيكم على حاجات جديدة، ويا رب تكونوا استفدتوا وتعلمتوا حاجة تفيدكم بجد في مسيرتكم المهنية. وانا واثق ان شاء الله انك لو ركزت على المهارات الخفية دي واشتغلت على تطويرها هتوصل باذن الله لمكانة كبيرة جدا في مجال العمارة والتصميم الداخلي. التوفيق ليكم جميعا، اشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله.